طب يا جماعه الفيديو ده بالنسبه لي مهم جدا. انا طالع عشان اقول لكم على كذا حاجه كده. انا بقالي فتره كبيره جدا ما بصورش، ما بنزل، يعني كل الفيديوهات اللي كنت بنزلها فيديوهات قديمه عندي. حتى لو تلاحظ هتلاقي ان انا ناشر فيديوهات بهدوم الصيف، فدي كلها فيديوهات قديمه. تمام. وبقالي فتره كبيره ما بصورش اكتر من شهرين او شهرين ونص. ليه ما بصورش؟ لان بما يرضي الله انا بتعب قوي في تصوير الفيديو. يعني ممكن فيديو 10 دقائق او ربع ساعه افضل اصور فيه اكتر من 5-6 ساعات. ممكن لقطه ما تعجبنيش ارجع اصورها تاني، الكلام اتلخبط في الكلام ارجع اصوره تاني، اتلخبط مش عارف في شرح ارجع اصوره تاني، اتلخبط في حاجه في الكاميرا ارجع اصورها تاني. تمام. بعد ما اخلص التصوير خش بقى على المونتاج، حته معينه مش عاجباك بتشيلها، بتبتدي تعدل في الصوت، تعدل في الصوره، تعدل في اللوكيشن، تعدل مش عارف في ايه، تعدل في ايه، تعدل في ايه، كل ده عشان في الاخر يطلع لك الفيديو زي ما انت شايفه كده. تمام. وفي الاخر انزل الفيديو مثلا على اليوتيوب بعد التعب ده كله، الاقي الفيديو في الاخر مش جايب لي مثلا اي تفاعل خالص، مفيش اي تفاعل على الفيديو. يعني ممكن بالكتير خالص 9 لايكات ومفيش ولا تعليق. انزله على تيك توك كذلك الامر. يبقى انا بتعب في نفسي على الفاضي. لو انت بتقدم محتوى فانت اكيد هتبقى عارف الشعور اللي جوايا دلوقتي او فاهم الشعور اللي جوايا دلوقتي. انا دلوقتي قناه اليوتيوب دي ما بتدخليش اي حاجه، ولا قناه التيك توك اللي بتدخلني اي حاجه، ما بيدخلونيش اي ربح نهائي، ولا حتى عايز اقول لك 1%. تمام. مفيش. فانا كل اللي انا بعمله ده معلومات ليك انت، انا بقدم معلومات ليكم. انا في الوقت الحالي ممكن القناه دي بعد كده اكون صريح معاك فيما بعد ممكن القناه دي تدخل لي ربح كويس. تمام. لكن حاليا وانا شغال دلوقتي وبنزل فيديوهات وبفيدكم بمعلومات، انا مش داخل لي اي حاجه اقسم بالله وحياه اللي يعز ويذل. فمش هتخسر حاجه حضرتك لو سمعت الفيديو وعملت لايك، مش هتخسر حاجه، عشان حتى تشجعني ان انا اكمل في المحتوى واجيب لك كاميرات جديده واشرح لك كاميرات، ويبقى عندي نفس وانا شغال، يبقى عندي نفس وانا بصور، يبقى عندي نفس وانا بنزل الفيديو، يبقى عندي نفس وانا بمنتج الفيديو. انما انا دلوقتي بقيت ازيد من شهرين ونص ما صورتش، يعني اعتبر ده من تاني فيديو بعمله. تمام. وفيديو قصير، نزلت فيديو قبل كده على التيك توك من يومين قلت فيه نفس الكلام ده، وهنزل الفيديو ده ان شاء الله على اليوتيوب. فانا حرفيا انا بتعب جدا في الفيديو، وصارف على فكره انا جايب اضاءه وجايب كاميرا بصور بيها وجايب مايك وجايب، يعني صرف على العده بتاعتي عشان اطلع لك فيديو بكواليتي كويس بجوده كويس، عشان تقدر تسمع الصوت كويس وتقدر كمان تشوف الصوره كويس وتقدر تستفاد من المعلومه اللي انا بديها لك. يعني مش بديك معلومه كده وخلاص، لا ده انا بحاول كمان ان انا اطور من نفسي عشان تاخد المعلومه بشكل مبسط وتقدر كمان تنفذ المعلومه اللي انا بديها لك. وناس كتير جدا عارفه الكلام ده، وناس كتير جدا ما بيكونش عندها معلومه، بيبقى عنده سؤال بيخش يكلمنا على الواتس وما بقولوش مثلا لا ده انا لازم اجاوبك على قناه اليوتيوب وروح كلام، لا بجاوبه، بفضل نتكلم مع بعض اقدم بالنص ساعه وبالساعه على الحاجه اللي هو بيسالني عليها. والناس اللي بتتفرج عليها دلوقتي وعملت كده عارفه الكلام ده كويس، ان انا مش بعمل عشان خاطر حاجه، لا انا بعمل ليك انت، اقسم بالله وحياه اللي عز وزن انا في عندي معلومات. اي حد بيكلمني، يعني في ناس انا في بدايه مجالي من 10 سنين كان في ناس اخش اساله مثلا على سعر كاميرا او اخش اساله على حاجه في الكاميرا، طب لو سمحت الشطر بتاع الكاميرا الكاميرا عندي، اساله على اي حاجه في الكاميرا ما كانش يرضى يجاوبني، ما كانش يرضى يقول لي المعلومه. في ايه يا عم ما تقول لي المعلومه، وانت انا واخد منك ابنك ده معلومه، ايه المشكله؟ انا بالنسبه لي قعدت نفسي من ساعه ما دخلت المجال ده قلت انا اي حاجه هعرفها واي حد عايز يعرف اي حاجه انا هفيده بقدر الامكان بالحاجه اللي انا عارفها، على قدر خبرتي هفيد اللي قدامي. حتى لو هو بيسالني على ايه كده عمري ما هغشه، عمري ما هقول له لا انا مش هديك المعلومه، عمري ما هقول له مثلا انت داخل تسالني على حاجه مثلا او في حاجه متوقفه معاك او في كاميرا معاك فيها مشكله وانا عارف المشكله ده اقول لك لا اصل انا ما اعرفش، لا طبعا عمري ما اعمل كده. انا هديك المعلومه ولوجه الله. جايز يقعد لي مثلا في ابني يسال على حد على حاجه فيلاقي معلومه، جايز تقعد لاخويا هتقعد لي كده المعلومات اللي انا بقدمها. لكن في ناس ما شاء الله تيجي تساله على معلومه يعمل نفسه ما هوش سامعك، يا عم ما اعرفش اصل ما. لكن انا من ساعه ما دخلت المجال ده بما يرضي الله والله انا بحاول ان انا كل ده ان انا ما افيدكم انتم، انا بقدم المحتوى ده حاليا انا ما بستفادش منه حاجه. يعني معظم المعلومات اللي انا بقدمها والحلقات اللي انا بقدمها بكون واخدها من تعليقات الناس، واحيانا الناس بتخش على كلامنا على التيك توك على الفيسبوك وعلى التيك توك، واحيانا الناس كمان بتخش لي على الواتس تسالني على حاجات معينه تقول لي اعمل لي بقى حلقه، وما بيكونش اصلا معلق على اليوتيوب. بس انا اليومين دول بقيت اللي يخش يكلمني بقول له سيب تعليق على اليوتيوب، عشان انا ساعات بنزل فيديوهات فلاقي الناس تخش تعلق لي يقول هو فين الناس اللي كانت منزل لك اللي انت مثلا الحلقه اللي انت نزلتها مفيش حد نزل لك حاجه. ماشي يا جماعه، ما هو في ناس ساعات بتكلمنا على الواتس تقول انا عايز افهم كده، مش معنى ان هو مش معلق ان انا ما جاوبوش. فهي قصه كده، فمش هتخسر حاجه لو عملت لايك وعملت شير للفيديو ده، وحاولت كمان ان انت تخلي لي القناه بتاعتي كويسه، وحاولت كمان ان انت تحط القناه كمان للناس اصحابك اللي بتدور على كاميرات او الناس اصحابك اللي مهتمه بمجال التصوير، ممكن تبعت له قناه تقول له القناه دي هتفيدك، شاركها او تابعها او اشترك فيها او شوف الراجل ده ممكن يفيدك، مش هتخسر حاجه.
صدقني بل انت كمان هتخلي القناه بتاعتي تزداد، وهتخليني انا اطور من نفسي، وهتخليني اجيب كاميرات اكتر واشرح لك اكتر واخش يعني هعمل شغل انا ما كنتش بعمله. انا حاليا في الوقت اللي انا بصور فيديو ده، انا بصور فيديو ده وعايز اقول لك انا يعني في جوايا احباط، انا مش عايز اقول لك كميه احباط انا لما بصور الفيديو ده الله المستعان. يعني امبارح كنت بصور في فيديو ومنتجته، كنت كل مره بفضل امنتج في الفيديو مسافه اكتر من ساعه، واعمل مش عارف ايه في الفيديو واقطع. امبارح صورت فيديو كده حوالي 10 دقايق ولا ربع ساعه، الكاميرا كانت جايه نشرحها، عايز اقول لك ان ما كملتش 5 دقايق في المونتاج. يعني في صوت سبته زي ما هو، في حاجات اتلخبطت فيها سبتها زي ما هي، عشان اعرفك ان انا بتعب وانا بنزل الفيديو وانا بمنتج الفيديو وانا بصور الفيديو، كل ده تعب حرفيا. لو انت بتقدم محتوى او كنت بتقدم محتوى قبل كده هتفهم الكلام اللي بقوله ده. حاول انت دلوقتي تخش اشرح حاجه اللي انت فاهمها. يعني انت مثلا لو شغال في اي حاجه، حاول تطلع تشغل الكاميرا دي واشرح كده الحاجه اللي انت بتعملها، وشوف هتاخد منك وقت قد ايه، شوف هتتلخبط كام مره، شوف هتصور الفيديو كام 3 دقائق، شوف هتصوره في قد ايه وهتمنتجه في قد ايه، والاضاءه والدنيا وتظبيط اضاءه. ممكن بعد ما بتصور فيديو كمان 10 دقائق تيجي تبص في الكاميرا تلاقي انت كنت ناسي ان انت مثلا في اضاءه معينه نسيت تشغلها، او في حاجه معينه نسيت تعمل، او نسيت مثلا تركب المايك، حاجات كتير، تلاقي نفسك عايز تسجل فيديو من اول وجديد. فحرفيا انت من جواك بتكون يعني الله المستعان. فمش هتخسروا حاجه يا جماعه لو عملنا لايك، ولو عملنا متابعه للفيديوهات. يعني لو عملت مثلا اشتراك للقناه وعملت متابعه للقناه اللي هو تفعيل الجرس، بحيث ان اي حلقه تنزل يجي لك بقى اشعار وتقدر تسمعها. مش هتخسر حاجه. كمان لو في فيديو عجبك زي كده تقوم جاي مثلا واخده مديه لصاحبك، لو في معلومه انا قدمتها وفادتك ممكن تشاركها عشان تفيد غيرك. لو في مثلا فيديو معين عجبك والشرح بتاعه عجبك واستفدت منه كتير، ممكن برضو تنشره عندك عشان غيرك يستفاد زي ما انت ما استفدت. مش هتخسر حاجه لو عملت كده. وسامحوني ان انا بعمل الفيديو ده، بس انا والله العظيم كنت الفتره اللي فاتت ما كنتش ناوي اصور، بس رجعت اشتغلت على نفسي من جديد، قلت هصور كام فيديو وافهم الناس الحاله اللي انا فيها، وافهم الناس الدنيا اللي انا بعملها، وافهم الناس ان انا بتعب عشان اعمل محتوى ليك، وعشان المحتوى يوصلك بطريقه حلوه او يوصلك بصوره حلوه او بصوت حلو. تمام. وفي الاخر يعني ما فيش اي تقدير بصراحه. يعني لما ننزل فيديو يكون 10 دقائق تعبان فيه مثلا تصوير اكتر من ساعتين ومونتاج اكتر من 3 ساعات والدنيا دي كلها، وانزله في الاخر يجيب لي 3 لايكات، فايه لازمته بقى ان انا اصوره من الاول؟ مالهاش لازمه ان انا اصور اصلا ولا اعمل فيديوهات ولا اعمل محتوى اصلا. واللي عايز معلومه اقول له ما عنديش معلومات وخلاص وافسد دماغي وابيع زي ما انا ببيع وافسد دماغي. حد يخش يسالني اقول له ما اعرفش وراح دماغي، ايه المشكله يعني ما اعمل كده؟ ما ممكن اي حد يخش يسالني على اي حاجه اقول له ما اعرفش، بس انا مش فيا الخصله دي. انا فيا عاده ان يخش يسالني على حاجه وانا عندي الحاجه دي معلومه منها، لا اقدمها له، حتى لو هو مش هيشتري مني، حتى لو هو ما يعرفنيش، حتى لو انا ما اعرفوش، حتى لو هو بص بيسالني وماشي انا ما اعرفوش، ببديله برضو المعلومه. والناس اللي بتتعامل معايا عارفه الكلام ده كويس. فيا جماعه يعني حاولوا يعني تقفوا جنب اخوكم شويه، حاولوا تفعلوا الدنيا معايا شويه، فعلوا الفيديوهات عندي شويه، بحيث ان انا يعني يجي لي طاقه ان انا اقدر اصور، ويجي لي طاقه ان انا اقدم في المحتوى، ويجي لي طاقه ان انا اطور من نفسي واطور من محتوايا واطور من المعدات اللي انا بجيبها، واجيب كاميرات اكتر. يعني الفتره اللي فاتت جبت ازيد من يمكن 5 كاميرات، والله ما شرحت ولا كاميرا فيهم، ازيد من 5 6 كاميرات، وكاميرات حديثه عاليه ما رضيتش ان انا اشرحها. ليه؟ ما فيش، انا بتعب في الفيديو وبنزله، ما فيش، ما بجيبش حاجه، يبقى اتعب في نفسي على الفاضي ليه؟ فقلت يا عم قعدت مع حد يعني وصاحبي وكده، وقال لي لا دي يعني ملهاش علاقه، حاول تفهم الناس ان شاء الله تقف جنبك وتعمل لك علاقات وتعمل لك حاجات، بس انت فهمهم الدنيا ماشيه ازاي، بحيث برضه هم يكونوا فاهمين ان انت بتتعب في المحتوى بتاعك انت بتقدمه لهم، بحيث اللي عنده مثلا حاجه قادر يعملها، اللي يقدر يشارك مثلا فيديو هيشاركه، اللي يقدر يعمل كومنت هيعمل، اللي يقدر يعمل اشتراك للقناه هيشترك، اللي يقدر مثلا ينشر الفيديو او يعمل مشاركه للفيديو هيعمل كده، عشان بس تخليني ان انا اتشجع ان انا اصور فيديوهات اكتر وانزل فيديوهات اكتر. ودايما بقول في اخر الفيديو اللي عنده اي سؤال حابب يسال عنه او حلقه بيه يسيبوا لي تحت كومنت، واحنا هنطلع نجاوبه بحلقه كامله منفصله ليه لوحده. وحاليا انا طالع بعمل حلقه لواحد، فقبل ما اعمل حلقه قلت اكلمكم بس شويه كده وانزل الفيديو ده علشان بس افهم الناس المرحله اللي انا كنت وصلت ليها. فسامحوني يعني اللي يقدر يقف جنب اخوه باي حاجه، اي زقه، اشتراك، تفعيل جرس، اشتراك للقناه، مشاركه الفيديو، اي حاجه، لايك، كومنته كويسه تشجعني ان انا اكمل، اي حاجه والله هتبقى زي الفل. واسف جدا لو طولت عليكم، بس كان لازم افهمكم انا كنت ليه ما بنزلش فيديوهات. كمان الفترة اللي جايه باذن الله انا كنت ناوي اقل من فيديوهاتي جدا، كنت بنزل فيديو كل اسبوع، كنت بقول ناوي ان انا اقدم فيديو واحد كل اسبوعين، بس طبعا ده على حسب تعليقاتكم ان شاء الله رب العالمين. اي تعليق هيجي لي باي سؤال هطلع اعمل بيه حلقه منفصله لصاحب السؤال، وهنفضل على كده دايما حتى لو بقت القناه بتاعتي ان شاء الله، يعني حتى لو بقت ايه كده، فهفضل برضه على نفس الكلام ده. لو اللي عنده اي سؤال هطلع اعمل له بيه حلقه، ولو مش قادر نطلع اعمل له بيه حلقه هبعت له رقم الواتس بتاعي واقول له كلمنا على الواتس وهجاوب على السؤال اللي هو عايز يساله.
وسامحوني لو طولت عليكم، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش بقى لايك، اشتراك، تفعيل الجرس، مشاركه للفيديو، اي حاجه تقدر تعملها اعملها. يلا سلام عليكم. في نهايه الفيديو صلوا على النبي.